زمان في حي شعبي بسيط في القاهرة كانت عايشة ست اسمها أم حسن، أرملة ربت ابنها حسن لوحدها من غير لا أب ولا سند. كانت بتشتغل في تنظيف البيوت علشان تقدر تصرف عليه وتدخله مدارس. أم حسن كانت دايما تقول: أنا مش عايزة من الدنيا غير أشوفك راجل وتشيلني فوق راسك لما أكبر. كبر حسن وطلع شاطر جدا في دراسته، دخل كلية الطب، وأمه كانت بتلم فلوس الدروس من عرقها. ما كانش عندها حاجة، بس كانت دايما تضحك وتقول: اللي يربي راجل عمره ما يجوع. عدت السنين واتخرج حسن واشتغل دكتور، وبدأت الدنيا تضحك له. اتجوز واحدة من عيلة غنية، وكانت مراته مش بتحب أمه، دايما تشتكي إنها ريحة هدومها وحشة أو بتدخل في كل حاجة. وفي يوم مراته قالت له: يا أنا يا أمك في البيت ده. قعد حسن محتار، بس في الآخر بعقل بارد ودى أمه دار مسنين وقال لها: علشان ترتاحي هناك هتهتم بيكي ناس متخصصة. الست ما اتكلمتش، بس عينيها قالت كل حاجة. راحت الدار وفضلت كل يوم تبعت له دعواتها مع أي حد يزوره، تقول: قول له يلبس تقيل، الدنيا برد. قول له ياكل كويس، شكله خاسس شوية. عدى كام سنة وحسن خلف ولد، وكان بيحب جدته جدا رغم إنه بيشوفها قليل. في يوم الولد تعب جدا وتشخص بحاجة نادرة، محتاج متبرع بنفس فصيلته، ومحدش من العيلة نافع. اللي حصل بعد كده كان صدمة. الدار اتصلت بحسن وقالوا له: والدتك ماتت، لكن قبل ما تموت كانت عارفة حالة حفيدها وسابت وصية تتبرع بأعضائها ليه. سكت حسن، وقع التليفون من إيده وقعد على الأرض يعيط زي العيال. أمه اللي رماها أنقذت ابنه بحياتها. من اليوم ده حسن ساب شغله وبدأ يعمل حملات توعية عن البر بالوالدين، وراح بنفسه كل دار مسنين يزورها، ويقعد مع كل أم ناسية ابنها، وفي كل كلمة كان بيقولها كانت أمه حاضرة، في صوته، في ندمه، في دموعه اللي ما بطلتش.